السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة استراتيجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على التشارت دي بتصنف من ضمن الادفانسد تشارت. ادفانسد يعني ايه ادفانسد؟ البيزك تشارت او الحاجات اللي هي البيزك بتاعت التشارت بتعمل ايه؟ هقول لك بتعمل ايه. البيزك زي مثلا كولوم تشارت، انت بتعمل ايه في الكولوم تشارت او في اللي هي الاعمده دي؟ بتقول له مثلا عايز الاقسام مثلا زي قسم المحاسبين، قسم المبيعات، قسم مثلا الماركتنج، اي قسم منهم، وبتقيس المبيعات بتاعته. يعني انت بتقيس قسم مع مبيعاته مع مبيعاته. طب ساعات مثلا بتقيس نفس القسم مع القطع اللي هو بيبيعها. طب نفترض ان احنا عايزين نجمع الاثنين، هنا بقى يدخل الادفانسد تشارت، دي مش موجوده في البيزك. الادفانسد تشارت دي بقى تيجي بقى ايه اللي هي ايه، ان احنا ندخل ان احنا عايزين نشوف هل لما بنبيع قطع كتير المبيعات بتزيد ولا لا. يعني مثلا اديك مثال، في مثلا من ضمن الحاجات ان انت ممكن تبيع 2 ايفون ب 200,000 جنيه، موبايلين ايفون ب 200,000 جنيه، وفي نفس الوقت ممكن تبيع 20 هاند بلندر ما يجيبش الا 100,000 جنيه. هاند بلندر ده اللي هو الميكسر اللي هو بيعمل زي الخلاط ده كده. فاهم قصدي ايه؟ فانت بتبقى ساعات انت عايز تشوف هل في قطع قليله بتجيب مكسب كبير او بتبيع كتير ولا لا. طب تعال نجربها هنا كده. هنا بقى يجي فكره ايه الكومبو تشارت. الكومبو تشارت دي اللي هي بتجمع ما بين الاثنين. تعالى كده موريك لما تيجي ندوس على اد تشارت دي كده، ونيجي ندوس على هنا كده كومبو تشارت، وندوس هنا كده ونكبر الكلام ده كده، مثلا خليه هنا كده. هنا في اول ما بتختار اي تشارت في لوكر بالذات، بيجيب لك اي سامبل او اي داتا من عندك عشان يوريك بس شكل التشارت عامله ازاي. بس كل اللي عليك انت هتيجي تعمل ايه، هنختار مثلا هنا البيتزا كاتيجوري دي ونخليها هنا كده، وهنختار الكوانتيتي ونحطها هنا مكان دي كده اهو، وهنختار التوتال برايس ونخليها هنا كده. ايه اللي حصل؟ بص كده لما تيجي تقف هنا كده، تعالى نطلعها كده فوق شويه اهي. استنى بس كده نروح واخد لها كده سكرين شوت عشان نشوف احنا هنعمل ايه. نخليها مثلا ب 3 سكند ونعمل كده. تعالى كده بس عشان اوريك دلوقتي هي هتحصل ايه اهو. بص ايه اللي حصل هنا. بيقول لك لما احنا كنا بايعين الكوانتيتي 75، كنا جايبين بيع بكام؟ ب 1000 1000 1300 1139. فهمت قصدي ايه؟ دي 1139. طب لما بعنا 61 جبنا 1023. طب لما بعنا ب 38 38 قطعه بعنا ب 688 وهكذا. فكده الفكره بقت ماشيه ازاي؟ ان انت كل ما بتزيد عدد القطع كل ما البيع بيزيد. مفيش حته ايه انت بيع مثلا قطعتين فالبيع تلاقيه عالي قوي. فاهم قصدي ايه؟ فهنا دي الفكره، ان هو الكومبو تشارت تلاقي لو تلاحظ في اتنين لاين في اتنين قصدي واي تشارت. واي اكسس. بص كده ده واي اكسس وده واي اكسس. الواي اكسس ده مكتوب عليه ايه؟ توتال برايس. اما الواي اكسس ده مكتوب عليه ايه؟ كوانتيتي. الواي اكسس بتاع التوتال برايس ده موجود ايه؟ من 0 لحد بيطلع 200 400 600 800 وهكذا. اما هنا الواي اكسس هنا بيطلع من 0 10 20 30 40، علشان دي كوانتيتي. الكوانتيتي اعلى حاجه فيها كانت 80 او حاجه و70 قطعه. فهو مش هيعملها لك زي دي، لان لو اتعملت زي دي كده بال 200 وال 300 هتلاقي اللاين ده نزل تحت خالص، هيبقى تحت هنا كده. تعالى موريك لما تيجي تدوس هنا كده وتيجي بقى تعدل بقى، يعني عايز تعدل بقى في شويه حاجات. بص سيريس 1 بيقول لك انت عايز لاين ولا بارز، يعني تبقى كده ولا كده. خليها كده، خليها لاين مفيش مشكله. بيقول لي بقى انت عايز مثلا جريدينت تبقى مثلا تبقى واخده كده زي ظل كده ولا حاجه، او كوميوليتيف اللي هي تبقى طالعه كده. لا انا مش عايزها كوميوليتيف خالص، او شو بوينت تبقى المنظر ده كده. انا بحب الشو بوينت دي بتبقى شكلها حلو. وستيب لا انا مش عايزها ستيب، ده انا عايزها وشو داتا ليبلز اللي هي بتبقى الارقام بتاعتها وهكذا، اللي هي 75 61 وهكذا. خليها دي زي ما هي. بص كده احنا ماشيين اهو زي ما احنا. وبيقول لك مثلا لو انت عايز تخلي الارقام تبقى مش ديسيمال تبقى تخليها بولد وهكذا. عايز تخلي الاكسس رايت او ليفت او حاجه زي كده، لا نخليها ليفت. رايت دي عشان بص لو طلع شفت رايت ليه، لان هي جايه في نفس الخط بتاع الالوفات، فهي طبعا تبقى تحت خالص. فاهم قصدي؟ فانا اهو معلش انا هرجع تاني عشان انا حاسس ان انا اتلخبطت اهو. بس كده اهو. دي حاجه. بعد كده كيوميوليتيف انت عايزه كيوميوليتيف، لا انا مش عايزه كيوميوليتيف، دي يعني تراكمي. شو داتا ليبلز برضه هتبقى بالمنظر ده، بس هتبقى ضاربه في بعض، فهخليها دي كده بس. خليها سموز اللي هي تبقى واخده كده سموزي كده ماشي. استجد ماشي دي كده خلصانه. انا بس عايز اوريك بس التفاصيل احنا ممكن نقدر نعملها يعني. وده ريفرس دايركشن اكسس دايركشن، وهنا برضو نفس الفكره. تعالى بقى موريك الحته دي. بص كده هنا الاكس المين والماكس. ركز بقى في الحته دي، المين والماكس. المين والماكس ده بتاع انهي اكس؟ ثواني كده.
ده بتاع الاكسس المين والماكس، وهنا في مين وماكس. الاكس اكسس ده اللي تحت ده، وده في اكس اكسس، وهنا واي اكسس، وهنا واي اكسس. تعالى بقى اوريك احنا ممكن نعمل ايه هنا كده في الواي اكسس ده والواي اكسس ده. هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي انت عايز تخلي المين قد ايه والاكس قد ايه. فانا اخليه مثلا المين مثلا 200، وهنا مثلا الماكس مثلا، خدت بالك 200 دي نزلت خالص تحت. فهمت قصدي ايه؟ لما انت ده المتحكم في الجزء ده. هنا الجزء ده من 0 لحد 80. فهمت؟ اسمه اللوجز. فانت دلوقتي انت بتبقى عايز تخليه مثلا، احنا هنا 0 10 20 30. طب لو انا خليته مثلا مثلا 5، لا او 15 مثلا، وهنا مثلا بقى اقصى حاجه مثلا تكون 70 مثلا، ونخلي كل طلعه ب 10، بقت 15 25 35 وهكذا. بص حتى دي طلعت فوق خالص. طب ممكن نخلي الماكس مثلا تبقى 80، عشان تبقى كده، تبقى نازله كده، تبقى انت بتظبط الارقام. فاهم قصدي ايه؟ ممكن تخلي مثلا المين بتاعك مثلا 10، بس تطلع 15 واحده كل شويه، 10 25 45 وهكذا. فهمت قصدي ايه؟ انت بتظبط الاكس هنا، وبتظبط هنا كمان الحاجات هنا. بس انت لو شلت دي كده وخليتهم اوتو بتبقى عاديه، يعني بتبقى شكلها كويس مش وحش. ده برضو ده بص، ده حتى بيقول لك ده ده الرايت اكسس، الرايت واي اكس ده برضو انت بتعملها وهكذا. نرجع كده، اسمه رايت اكس اهي وهكذا. بصوا يا جماعه، في تفاصيل حلوه جدا 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 تقدر تعملها هنا كده عشان تعمل لها شكل في الكومبو تشارت. الكومبو تشارت عباره عن 2 واي اكس، واي للمبيعات وواي للكوانتيتي او القطع. فتلاقي الواي بتاع المبيعات بيبقى بالالوفات كده، الوفات اهي، اما القطع بيكون 10 20 30 40. بس ده حاجه وده حاجه. فاهم قصدي إيه؟ بس كده. فشكرا جدا ليكم. ده الكومبو تشارت، واتمنى انكم لو استفدتوا تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناه، لان والله الواحد محتاج دعمكم جدا. بس كده، فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.